السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل الفوز ودعس المانجا، فوز المانجا. يعني بجد والله الفوز على النادي ده بيغسل الواحد حرفيا من جواه. يعني بيبقى ليه طعم كده خاص كده، يعني أكنك إيه، يعني الفوز بطعم البسبوسة يعني كده. مباراة أنت بادئها ومتحكم فيها في كل الوقت، يعني بكل أوقاتها. بدأ المباراة بضغط عالي، وهو ده المطلوب، انك كنت ايه تخلص بدري بدري وتجيب جون والتاني، بحيث تريح لعيبتك. لان انت حرفيا لما انت بتلعب مثلا الفرق اللي هي بتبقى اللي هي بتنافس على الهبوط دي، اللي هي بتقاوح معاك لحد اخر الدقايق، واللي هي برضه بتهددك كتير، وبتحاول تعمل عليك هجمات خطيرة. بس يعني الحمد لله يعني النهاردة الأهلي قدر يكسب. فوز مهم يقربك خلاص، يعني خطوتين اهي هانت، والدوري يرجع لمكانه الطبيعي وبيته. 5 نقط بالظبط، والأهلي يحسم الدوري 43. آه بس بغض النظر عن الفنيات بقى والمباراة والأداء، الواحد فرحان أقسم بالله. يعني الفوز على النادي ده بيبقى ليه فرحة خاصة كده وطعم خاص يعني. تبتدي المباراة بريتم عالي وضغط من لعيبة الأهلي. توصل لك، يجي لك كورة بعد ربع ساعة، تسديدة حلوة، محمد شريف بالدوران لف جسمه كده بطريقة كويسة جدا ولعب الكورة. هي الكورة صعبة عامة، أصل في ناس عمالة تنتقد، يقولوا لك ضيعها ازاي وكده. هي الكورة صعبة، هو اتعامل معاها بالطريقة الأمثل يعني. سددها، لكن الحارس أحمد عادل عبد المنعم بيصدها ويتألق فيها. آه، وبعدين تيجي كورة بعدها كده ب5 دقايق الإسماعيلي. يعني أي كورة بتجيلهم لازم لعيب تفكيره الأول ياخد له غطس في منطقة الجزاء. يا اسطى احنا والله العظيم في ملعب، انت مفكر نفسك في حمام سباحة؟ ما علينا. الاهلي بعدها بيعمل هجمات كتير، بس بتعمل تمريرات كتير غلط في منطقة الجزاء. يعني انت لو كان عندك حبة تركيز كان زمانك حاسم من المباراة بدري بدري. كان زمانك مريح الدنيا ومريح لعيبتك ومريح العالم كلها. بعدها آه تيجي كورة محمد مجدي قفشة، كورة حلوة لعبها في مكان كويس جدا لأحمد عبد القادر، لعب الكورة في السماء. يعني اصلا انت كان قدامك، يعني الكورة جاية لك مرتاح، اصبر وركز، اصبر وسدد يعني بطريقة احسن من كده. انما انت لعبتها على طول مرة واحدة فوق كده في السماء. بعدين الجبهة اليسرى بتاعتنا علي معلول عمل عرضيات كتير، بس في كور مدافعين بيقطعوها، في كور احنا ضيعناها. وبعدين في الدقيقة 40 توزيعة كويسة جدا 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 من مروان عطية، يلعب لأحمد عبد القادر لم واحد ولعب ار2 عالمي. بس لسوء حظ الار2 ده جه في العارضة. يعني النهاردة كان في عارضة وفي قايم، يعني الأهلي كان يحسم المباراة دي 3-4 يعني. بس على أي حال الحمد لله يعني فوز مهم جدا لينا. بعدين ينتهي الشوط الأول تعادل سلبي، بس انت كنت قريب من التسجيل، كان قدامك تخلص تجيب 2-0 أقل حاجة يعني. بعدين بدأ التاني بتسديدات، بس التسديدات يعني بتبقى بعيدة قوي، وفي بتبقى فوق العارضة، وفي اللي هي بتبقى جنب القايم القريب، وحاجات كتير كده. وبعدين في الدقيقة 49 هدف جميل جدا من جملة حلوة، هي اتلعبت ركنية. أبعد أحمد عادل عبد المنعم، جت محمد مجدي قفشة، لعب كرة كويسة جدا لجوه اللعيب. كان تقريبا عبد المنعم تقريبا سندة لورا، جت لخالد عبد الفتاح، قام لعبها الناحية التانية القايم القريب، القايم البعيد قصدي، لعبها لبيرسي تاو، الزاوية مفتوحة له، جاب جون يعني جون كويس. انت كان قدامك بقى بعد الجون ده تزود وتجيب التاني والتالت، بحيث ايه تبقى نهاية الأمور. وبعدين حصل ضغط بقى من لعيبة الإسماعيلي، عاوزين يعني يحاولوا يتعادلوا. آه، عايزين يحاولوا يتعادلوا معاك وكده.
بس انت كنت مقفل كويس، الهجمات بتاعتهم كلها يعني كانت بدون خطورة او بدون يعني بدون اللي هو يعني يرهبك، ولا في يعني هجمات اللي هي ترعبك وكده. وبرضو النهاردة حابب أتكلم جدا على نجم المباراة مروان عطية. يعني كان مفسد الهجمات بتاعة لعيبة الإسماعيلي، قطع كور كتير ويعني النهاردة كان دوره هجومي برضو، في عمل كور كتير حلوة هجومية. فحابين يعني نديله حقه النهاردة معانا. وبعدين بعد الهدف بتاع الأهلي الإسماعيلي جاب هدف مارادوني يعني، من فاول لعيب لامس الكورة بإيده. يا اسطى طب ما في فار يا اسطى، انت جايب الجون بإيدك وبثقة كده ليه يعني؟ في فار يعني وهيلغي لك الجون. بعدين تيجي في الدقيقة 72 كورة محمد مجدي قفشة المخيف. بس بصراحة يعني بصراحة نديله حقه، هو لعب كورة كويسة جدا، سوء حظه جت في الآية. يعني هو ركنها بطريقة كويسة بصراحة يعني، والتحرك بتاعه كان كويس طول المباراة يعني. تحركاته النهاردة كانت أحسن من مباراة البنك، والكور يعني يعتبر كان بيحاول يستغلها أحسن استغلال. بس ده بيبقى توفيق وسوء حظ، فالنهاردة نديله حقه يعني برضه. وبعدين تيجي كورة كده استهتار وتراخي من محمد عبد المنعم، كان هيلبسنا جون يعني. حب التركيز عن كده، لأن التراخي ده ممكن يخليك تبقى في سكة الغرور، واللي هي تلبس الفريق جوان يعني. فحب التركيز زيادة يعني عن كده. بعدين يحصل التبديلات بقى بتاعتنا. ينزل محمد هاني ومحمد فخري. لا، ينزل الأول محمد فخري وحسين، وبعدها كريستو، وبعدها محمد هاني. وبعدين تيجي كورة هايلة من محمد هاني يلعبها لكريستو اللي وزعها هناك لحسين. لم واحد والتاني ولعب الكورة، بس كانت يعني بعيدة أوي. بس هي الفكرة عامة كويسة، والنهاردة كان في جمل تكتيكية عن جمل تكتيكية كتير. بس كان ناقص بس إنك تنهي كويس بس. وبعدين بقى المباراة بقت هادية يعني. وبعدين حصل خناقات بقى وحزق من لعيبة الإسماعيلي، عمالين يتخانقوا مع محمد هاني يا اسطى انتوا يعني أقسم بالله عالم كوميديانات يعني بصراحة يعني. وبجد الفوز عليكوا ده متعة أقسم بالله يعني. في نهاية الحلقة بتاعتنا هنقيم اللعيبة. محمد شناوي 5. يعني جه عليه كور قليلة جدا، والكور اللي جات له اتعامل معاها كويس. رامي ربيعة 6 برضو يعني. كان متمركز كويس في الدفاع وقطع كور كتير برضو. خالد عبد الفتاح النهاردة ابتدينا يعني الدور الهجومي ابتدى يبان، عمل اسيست حلو، ويعني عمل عرضيات برضو كتير، وكان برضو في الدفاع كان كويس جدا. 8. محمد عبد المنعم يعني كان ممكن ياخد أكتر من كده، بس كرة الاستهتار دي 7. يعني عايزين حبة تركيز أكتر من كده. أنت يعني أحسن مدافع في مصر وفي القارة عامة يعني. مستنيين منك تركيز أكتر من كده، لأن التراخي معانا يعني. أنت عارفين جمهور الأهلي عامة، مهما كنت لعيب ونجم عمرنا ما هنقبل إنك تتراخى أو تبقى مغرور في بعض الأحيان، لأن ده يعني هيضيعك. علي معلول 7. عمل عرضيات كتير كويسة، بس يعني دون استغلال كويس. عمل عرضيات كتير كويسة، وبرضه النهاردة دور الدفاع يعني كان على ما يرام يعني. ف7 علي معلول. مروان عطية 9 نجم المباراة. يعني ابتدينا، مروان عطية ابتدى يعني حتى في الأدوار الهجومية بيعمل لك كور كتير كويسة. وهو في دفاعين معروف يعني عنه الحدة في الدفاع، وبيقطع كور كويس، وتمركزاته كويسة عامة. ف9 مروان عطية نجم المباراة. أليو ديانج أداء ابتدى يبقى عالي تاني، أحسن من مباراة البنك. والمسباص عنده يعني قلت عن الأول بكتير. 7 أليو ديانج.
محمد مجدي قفشة يعني مباراة متوسطة ليه، وعمل كورتين كويسين، إنما طول المباراة يعتبر كان يعني أداء قليل، فخمسة. بيرسي تاو النهاردة حاول بكذا كورة، وكان متحرك، وكان يعني عامل حماس كده قدام، وقدر يسجل هدف. 8.5 بيرسي تاو. أحمد عبد القادر يعني كان في النهاردة يعني كان مختفي في معظم الأوقات، ويعني في حاجات جات له وكان فيها استعجال. في كرة جات له حطها فوق في السماء، وفي كرة جات له لعبها بصراحة هايل، جابها في العارضة. فأحمد عبد القادر خمسة. محمد شريف كان النهاردة تحركاته كويسة عن مباراة البنك بكتير، وكان بيحاول استغلال الفرص أحسن من مباراة البنك. في كرة كانت صعبة عليه لعبها كويس، بس أحمد عادل يلعب دايما مصدها. وفي كرة تانية لعبها برضو كويس، جت في القايم، فستة. التبديلات بقى، محمد فخري يعني خمسة. يعني أداء أم، يعني ابتدى برضو اللي هو يعني يدخل في جو المباريات، قطع كور برضو أما نزل كده كتير، فخمسة. حسين 6.5. يعني كان متحرك عن أحمد عبد القادر، وكان عمل كذا كورة كويسة، وعمل كذا عرضية، ونزل متحرك كده، وكان ممكن يسجل، بس يعني برضو يعني في حتة التسديدات دي لو ظبطها كويس عن كده. بس اللي هو بيقطم كده بالكورة، اللي هي بيحاول يعمل ارتو، ساعات ممكن تيجي وساعات لأ. ف6.5 حسين. كريستو لعيب لمساته النهاردة كويسة، وبيقدر يعدي، بيقدر يعدي مثلا واحد والتاني، عنده اللي هي حتة المهارة دي، وعنده حتة الجرأة. فهو لعيب كويس، ومع الوقت ياخد وقت أكتر من كده، يعني حاسس اللي هو هيبقى يعني هيفيدنا جدا يعني بإذن الله. كريستو ستة. محمد هاني خد وقت قليل، لا تقييم. في نهاية الحلقة بتاعتنا، مليون مبروك للنادي الأهلي. خطوة بتقربنا أكتر وأكتر من الدوري، بتقربك إنك تحسم وتقرب، تقرب من الدوري، يعني فاضل 5 نقط وخلاص. تنهي بطولة، تركز على البطولات الجاية. فبجد يعني الحمد لله، ومليون مبروك للنادي الأهلي، وعقبال المباريات الجاية، وبإذن الله نحسم الدوري في المباراتين الجايين. السلام عليكم.